في مواقف كتير في حياتنا بنبقى محتاجين حد يسمعنا، مش يصلحنا، حد يفهم التعقيد مش يتجاهله. عشان كده رمضان ده بدل الحلقات العادية قررت أعمل حاجة مختلفة. كل يوم هنسأل سؤال واحد: لو كنت مكانك كنت هعمل ايه؟ من غير مثالية ومن غير قسوة ومن غير ما ننسى إن الظروف مش متشابهة. أنا ريهام وده بودكاست فلوس الست. أهلا بيكي في فلوس الست، بودكاست لكل بنت وست مصرية عايزة تمسك زمام فلوسها حتى لو دخلها على قده. هنا هنتكلم عن الميزانية، الادخار، الاستثمار، وازاي توصلي للحرية المالية خطوة بخطوة. كل الأسماء والتفاصيل في الحلقات دي تم تغييرها بالكامل حفاظاً على الخصوصية، والمواقف المطروحة بتمثل تجارب شائعة لأسئلة متكررة وصلت لنا، مش أشخاص بعينهم. ريهام عندها 31 سنة، شغلها محترم بس دخلها أقل من اللي حواليها، ومع كل مقارنة بتحس إن قيمتها بتقل. المشكلة مش الفرق في الدخل، المشكلة إن ريهام ربطت قيمتها برقم. لو كنت مكان ريهام، أول حاجة هعملها إن أفصل بين القيمة والدخل. تاني حاجة كنت هبص على الدخل كمرحلة مش تعريف أبدي. تالت حاجة هشتغل على زيادة الرقم من غير ما احتقر نفسي دلوقتي. ده اختياري لو كنت مكانك، مش الحقيقة المطلقة ولا القرار الصح الوحيد. انتي أدرى بظروفك، بس الفلوس بتقيس مرحلة مش بتقيس إنسانة. قبل ما نمشي حابين نأكد إن المحتوى اللي بنقدمه هنا للتوعية والتعليم فقط، مش نصيحة مالية فردية. كل واحدة ظروفها مختلفة، ولو محتاجة مساعدة شخصية الجائي لمستشار مالي معتمد.